لو عايز تدمر اي علاقه اعمل السبع حاجات دول. اول حاجه فكره الانتقاد، انك تقول للي قدامك انت بتفهمش ولا ايه، انت مش دايما مش مركز كده، هو انا لازم اعيد الموضوع 100 مره، انت دماغك مش فيك. الكلمات اللي فيها انت ودايما وتوجيه لشخص هو من اكتر حاجات اللي ممكن تدمر اي علاقه. تاني حاجه الكونتمت، فكره السخريه والاهانه، انك تقول اللي قدامك انت غبي ولا ايه، او تقلل منها قدام الناس لما تكون كده مثلا في خروجه، معلش يا جماعه اصل ما بتركزش، معلش اصل هو دايما كده دماغه مش عارف عامله ازاي. فكره الاهانه او السخريه برضو من اكتر حاجات اللي بتدمر العلاقه. ثالث حاجه فكره الديفنسفنس، الدفاع، ان انا ابتدي اقول لك حاجه مضايقاني فترد لي اضعافها بتدافع عن نفسك. هو بيقول لها هو انت ليه ما عملتيش الموضوع الفلاني، انت مش شايف انا عامله ازاي ويومي كان عامل ازاي، هو انا على طول كده ما حدش حاسس بيا. الدفاع على شكوى معينه وقلب الترابيزه ده من اكتر حاجات اللي بتدمر اي علاقه. رابع حاجه فكره الستون وولينج، فكره ان احنا نكون بنتكلم وفجاه تعمل كده شات داون وتقفل الحوار وتمشي. نبقى بنتكلم لو على الموبايل انا خلاص هقفل الموبايل وامشي، انا هاخد داخل انام، نبقى بنتكلم فهخش انام. فكره قطع الحوار مره واحده، انا مش عايز اتكلم دلوقتي في عز الحوار وهو سخن واللي قدامك بيتكلم ويقول اللي جواه، حد يقطع الحوار وما يسمحش للي قدامه يكمل الكلام. دي برضو من اكتر حاجات اللي بتسبب نهايه للعلاقه. الحاجه الخامسه اللي بتدمر اي علاقه كمان هي فكره المقارنه. هي عايزه تقول لجوزها عايز تغير من لبسه مثلا، شفت احمد كان لابس حته قميص، ذكر الشخص تاني تقارن الراجل ده بواحد تاني من اكتر حاجات اللي بتبقى مؤذيه جدا للرجاله والستات كمان. شفتي بقى الناس المهتمه بنفسها، المقارنه عشان اوصل لك هدفي في مليون طريقه توصل له ان انت تجيب له قميص او هي تغير من شكلها، غير انك تقارنها بحد او تقارنه هو بحد. دي كمان بتدمر العلاقه. الحاجه السادسه اللي بتدمر العلاقات فكره او عقليه العقاب بشكل عام. احنا متعودين بكل يوم حد مثلا بيعمل فطار للتاني، متخانقين مفيش فطار، متخانقين مفيش غدا، مفيش مصروف، مفيش كلمه حلوه. عقليه العقاب بشكل عام من اكتر حاجات اللي بتدمر العلاقه. واخر حاجه هقولها بتدمر العلاقه فكره الصمت بين الطرفين، وان مفيش تفاهم ومفيش كلام. دي كمان حاجه اساسيه بتدمر اي علاقه. الحل عشان نعمل ايه؟ الحل فكره الخطوه الاولى هي الوعي، ان ناخد بالي ان احنا في حياتنا او في حوارنا حاجه من السبع حاجات دول، ونبتدي واحده واحده نبدل كل طريقه من دول بطريقه تانية. في طرق كتير جدا توصل اللي جوانا بدون ما يكون فيها تجريح او اهانه او حاجه توجع اللي قدامنا.